يا عم شعبان، يا عم شعبان، عاوزة نص كيلو لحمة بسرعة يا عم شعبان، سامعني؟ يا واد يا سيف، عاوزة 25 شوكولاتاية والبيبسي العائلي وخمس اكياس الشيبسي الجامبو يا ولد العائلي. يا عم صبحي، عاوزة نص كيلو طماطم، كيلو بطاطا معاهم، اوعى تنسى. كل في نفس واحد، حاضر يا ست الكل، حاضر. يا سيف، اوعى تنسى الشوكولاتة يا سيف، دي اهم في حاجة في حياتي. تعالي كليني، والله ما عارف كل ده بيروح فين. دي واخدة نص المحل كله لوحدها، بيروح فين بس مش باين عليها خالص. سيف بتبرطم بتقول حاجة يا سيف؟ علي صوتك عشان مش سامعاك. لا ما بقولش حاجة يا ست الكل، ثواني والحاجة تكون عندك. ما تنساش الشيبسي والبيبسي ياض، وبسرعة ياض يا سيف. يوه، وانا حاضر والله العظيم فهمت، اقسم بالله فهمت. ابقى جمع الحاجة كلها بقى وطلعها لنا يا سيف بسرعة. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي والعود عليه قيمة. رقصي يا بت، رقصي يا بت يا مكة، وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. ايه ده ايه ده، ايه الخيانة بتاعتكوا دي؟ بترقصوا وبتغنوا وانا مش معاكوا يا اندال. وبدأت هديل تغني وترقص مع مكة وليان، وهما التلاتة صحاب. وفي مكان تاني، يا مقدم مالك، يا رائد أحمد، رائد زيد، انتوا عندكم دورات تدريبية في الكلية. ده اسم الكلية، ودي المنطقة اللي موجودة فيها الكلية. أنا عارف الكلية دي يا فندم، الكلية دي فيها مكة بنت عمي وليان أختي، وهما في كتيبة الهلاك المدمر، ولسه في سنة أولى كلية. ممكن بعد إذنك يا فندم تديني ملفات بتاعتهم، ملفات الكتيبة كلها عشان أعرف أتعامل معاهم؟ اه طبعا، اتفضل، دي الملفات بتاعت الكتيبة. طب هما ليه سموا الكتيبة باسم الهلاك المدمر؟ يعني ده اسم كبير بالنسبة لسنة أولى لسه كلية، ليه يعني سموه كده؟ لأن يا سيدي مثلث الشيطان قدر يثبت جدارته خلال شهرين بس من الكلية، ودول أقوى بقى من المراحل التانية بكتير. طب يا فندم ممكن أشوف الملفات بتاعة مثلث الشياطين دول واطلع عليهم؟ اللي هو طلع 3 ملفات من مكتبه، وادى كل واحد الملف بتاعه. مسك مالك ملف مكة وفتحه وقعد يطلع عليه ويقرا اللي مكتوب فيه. مكتوب فيه اسمها وعنوانها وسنها، وان هي القائد بتاع الكتيبة ولقبها الكبري. وزيد مسك ملف الليان وبرضه كان مكتوب فيه نفس البيانات، وكان مكتوب لقبها النسر. واحمد مسك ملف هديل وقراه كله، وكان لقبها صقر. كل واحد من الضباط كان مجمع خلاص المعلومات عن البنات، وكانوا بيشوفوا ازاي هيتعاملوا معاهم وازاي هيقدروا يدربوهم، لغاية ما اللواء قاطع تفكيرهم وقال لهم وبكل قوة: معاكم 3 أيام فقط. كل واحد فيكم قدر يسيطر على الكتيبة وتعرفتوا تدربوهم كويس قوي. أنا عاوز أشوف شغل عالي، فاهمني؟ برجع وأقول لكم خلال 3 أيام تكونوا مسكتوا الكتيبة دي. يلا كل واحد على مكتبه، تقدروا تنصرفوا. قدموا التحية العسكرية وخرجوا من قدام اللواء بهدوء. ومالك قال لأحمد: أنا عاوزك تشوف لي مكان سكن قريب من الكتيبة دي، أنا عارف إن أنت ساكن قريب منهم، يا ريت يا أحمد بجد تخدمني في النقطة دي. وأحمد دور له على مكان بسرعة جدا لكن ملقاش. اضطر مالك إن هو يسكن في فندق قريب منهم لغاية ما الشقة تتوضب اللي هو لقاها. وتاني يوم الصبح: انت يا زفتة، اصحي بقى هنتأخر على الكلية. يا بت، يا بت روح، يا بت قومي ايه دي قتيلة دي ولا ايه؟ انا هعرف اصحيها ازاي؟ وخرجت مكة بره، جابت جردل المية وطلعت فوق السرير ورشت على وش ليان. ليان قامت مفزوعة من النوم ووقفت فوق السرير بتتنطط وتصرخ. ومكة وهدير كانوا ميتين على نفسهم الضحك: غريق، غريق، بغرق، الحقوني يا ناس، بغرق بغرق، الحقوني. يا بت فوقي بقى، فوقي يخرب بيتك، قومي يلا الحقي جهزي، الظباط الجداد هينفخونا. لبسوا الزي العسكري بتاع الكلية بتاعتهم وقاموا جري وراحوا على الكلية. وأول ما دخلوا الكلية شافوا 3 أشخاص واقفين عند باب الكلية، وعرفوا إن هما الضباط الجداد.
فمكة قالت اهم يا بنات، انا عرفتهم. عايزه اقول لكم ان احنا هنتشاوي كده زي الفراخ. الله يبشرك بالخير يا شيخه، زي ما انت عماله تبشرينا كده. مدي يا اختي انت وهي بدل الرغي ده كله، لحسن ينفخونا بجد. مدوا بقى يلا. وصلوا قدام باب الكليه ولسه هيدخلوا، وقفهم مالك ووقفوا قدامهم هما التلاتة ومنعهم من الدخول. رايحه فين يا بنت منك ليها؟ اسم الكتيبه بتاعتكوا ايه؟ واسمكوا ايه؟ يلا. ايه؟ بت؟ ايه بت دي؟ ما تخليش اتغاب عليك ياض. وسع، وسع طريق. تتغابي على مين؟ وايه ياض دي؟ ده انا هنفخ عينك في التمرين. تمام. يخرب بيتك، والبيت اللي جنب بيتك هيطلعوا علينا في التدريب. اجري اجري امشي بقى، يخرب بيتك. انت مالك خايفه كده ليه؟ هو انت ناسيه ان احنا مثلث الشيطان ولا ايه؟ ما يقدروش يا حبيبتي علينا. اهدي انت بس، اخرسي بقى واسكتي شويه، يخرب بيتك هيسمعونا وباقي الكتيبه هتسمعنا وهتبقى حكايتنا حكايه. اسكتي. واحنا مثلث الشيطان بس ما حدش يعرف حاجه، وعميد الكليه جايب دول مخصوص عشان يدربونا. اسكتي بقى. دخلوا البنات الكليه جري، والظباط دخلوا وراهم. واول ما دخلوا كل الطلبه اللي في الكتيبه وقفوا احترام ليهم. كتيبة مكونة من 6 شباب و6 بنات، يعني 12 شخص. فكل ضابط منهم هياخد 4 يدربهم وهو يبقى مسؤول عنهم، وانتوا قوانينهم. مبدئيا كده مفيش تأخير نهائي. الساعة 6 الصبح انتوا لازم تكونوا هنا بالساحة عشان التدريب، و7 بالليل يكون كله نايم. مكة وهي بتبرطم بالكلام بصوت واطي. 7 تاني يكون نايم. هو فاكرنا فراخ ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انتي بتقولي حاجة يا أنسة؟ ما تسمعينا بتقولي ايه؟ لا لا لا، ما بقولش حاجة، ما بقولش حاجة، مركزة اهو، انا مركزة متقلقش. طب يلا كله يقوم يغير هدومه عشان هنبتدي التدريب. مستنيكم في الساحة، اجهزوا. فريق مالك كان مختار مكة وطلب من فريقه ان هما يلفوا الساحة 15 مرة. فريق زيد كان مختار ليان، وده طلب من فريقه ان هما يعملوا ضغط 100 مرة خلال 30 ثانية، 30 دقيقة بس. اما فريق احمد فكان فيه هديل، وطلب منهم يضربوا بعض علشان يشوف مين الأقوى. في فريق مالك بدأت المجموعة كلها تجري ما عدا مكة، اللي كانت بتتمشى وبتتفرج على فريقها وهم عمالين يجروا وموتين بعض من الجري، وهي كانت بكل هدوء بتجري بس. وأول ما لقت الفريق تعب وبدأ إن هو ما يكملش، بدأت هي تجري بأقصى سرعتها وتبطل تمشية لغاية ما غلبتهم كلهم وخلصت قبليهم، وقعدت على الكرسي وحطت رجل على رجل وهي بتتفرج على فريقها اللي مرمي في الأرض ولسه فاضل لفتين 3 ما عملوهوش. وباقي الفريق بص لها باستعجاب، هي ازاي قدرت تخلص كده بسرعة. أما عن مالك كان واقف بعيد بيبص لمكة ومعجب بذكائها، وازاي ما قدرتش ان هي تتعب نفسها وبسرعة قدرت ان هي تكسبهم. طلع صفارته وقعد يصفر لباقي الفريق عشان يقوم يجري، لكن خلاص كانوا تعبانين ومش قادرين يقوموا خالص من مكانهم. اما على فريق زيد فكان باقي الفريق قاعد بيعمل ضغط وكانوا خلاص مش قادرين، ايديهم مش شايلاهم. وليان كانت واقفة بتتفرج عليهم بكل هدوء وبرضه ما عملتش اي حاجة، وكانت واقفة بتتفرج بس. وزيد كان بيصفر لها لكن هي ولا هنا. وبعد ما نص الفريق وصل لنص الضغط وطت هي وعملت الضغط بتاعها بسرعة جدا، وقدرت ان هي تخلص قبليهم برضه، وراحت قعدت جنب مكة اللي كانت هدير كمان خلصت. وقاعدين هما ال3 عقبال ما باقي الفرقة تخلص. عقبال ما خلصوا باقي الفرقة كانوا بصلهم باستعجاب، والبنات بصلها بغيرة وحقد. فهما ما كانوش فاهمين ازاي قدروا يخلصوا بسرعة كده، وازاي هما شطار بالكده. والتلات ظباط كانوا واقفين بصلهم بإعجاب شديد، اللي معجب بذكائها واللي معجب بسرعتها. فضلوا على كده لغاية ما اداهم أمر تاني، وإن هما يقوموا يجروا كلهم مع بعضيهم ويلفوا الساحة كلها جري في جري. مثلث الشيطان ضحك والباقي بيعيط.